الاخوان صوما تحية نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. المهم هادشي راه كيف ما جديد عليكم جديد عليا حتى انايا، ولكن باش ما كان حنا نقدروا نخلقوا السعاده الكواليتي الصوت راه لعبت لكم عليها ان شاء الله يكون كيسجل هذا والتحتاني وماشي اي تسجيل الميكرو كاع مع الميكرو استوديو غني ليا. المهم سبسكرايب باش يوصلك الجديد، نرياكشن على شي لعيبات هنايا نخلقوها كاين كيشعل فيه الضوء. يلا ندوز المواهب ونستضيفو شي شخصيات هي نخلقوها مع عيش الشباب. والله انا ما فيه هو باش نصور راه انت تبت هنا ما كذبش عليكم، ما بغيتش نضغط على راسي ارجع خدم نجي صور. كاين بزاف الافكار راسك كيعمر، كل ما كاين شي حوايج نبارطاجيهم مع واحد اخر عارف ما يستافد منهم، ولا هو يستافد منهم انا غادي غتلقى واحد الجرعه ديال الدوبامين وغنزيد نخدم على راسي. واحد غيعطيني وانا غنعطيه، حنا كنفعوا بعضياتنا. القوه ديال السوشيال ميديا ما نكذبش عليكم خلقتها هكا طلعي بها العيبات. هاد القضيه مهمه وديما كتشير ليها، حاول ما كنتصالح عليها مع اللحظه ديالك اصاحبي. تكبرش عليها راه بزاف الناس راه كنقولكش كابير. دابا جبت لك دابا نقول لك شنو المشكل ديالك كتقول لي بنادم خوى ليا ولا دار ليا وهذاك علاقه بالدريه وجبت لي هذا بلان. لا 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 انا تنقول لك شي حاجه كبر من هادشي هذا. انا كنت كزعما المهم داخل دابا هذيك بانديكا ما نخونش نطلق التسجيل. والله الا دابا عايش معكم داكشي فوق نديرو سيدي الريكورد نشوف شحال هادشي هذا الريكورد. مستخدم على الشاشة. تحديد المنطقة ممكن ياس نزيد كنضر مع الباندي كام هادي شكون تسجل فيه الصوت. لا مالك وليدي بسم الله عليك بسم الله عليك. ضربة ما كنفهمش انا في الشهر داك تسمع خلاص نقول لك ضربة شحال فيها دوز كبير في الشهر خلوها في الكومونتير. وين الناس كيتفينا تا هو. يلا بلا بلا ياو دابا نخدم ديك شداد حاجة اللي ما تكونش الناس ولكن المهم كان داكشي ندخل الانستغرام حاط شي فيديوهات ديال الهوات ميكروغرافات تسجلوا لي احسن كواليتي احسن مشاهدين. وهادشي راه بعد ما ريح مع راسي مدة طويلة باش نتخذ شي قرارات شفتي. كثرة البشر نعيط فاش نبغي ندفعك باش تكون دي شي حاجة غتنفعك نعيط نقول لك شوف هادي راه تقدر تنفعك الا بغيتها في سبيل الله. حيت ما نكذبش عليك داكشي كيجيوك سيمون لايف قال واحد الكلمة عجباتني صاحبي. راه في بودكاست زعما مقاوي راه فيه 4 السوايع نخلي لكم في الديسكريبشن. والله الا زعما تصنت صاحبي المايند سيت راه باش يكون كنهضر تصنت لهاد البودكاست عارف راسك غادي في الطريق الصحيح. وانا تنقول لك المهم البلان فيه هو قال حنا العرب بيناتنا الا سيمون لايف شرا الفيراري لا دار شي حاجه ماشي سهله. الفيراري شراها كريستيانو لا كريستيانو ناضي لا هو دارها يعني حنا بيناتنا. وهاد القضيه هادي كتنطبق على الناس اللي قرابين لك. بنادم اللي قريب ليك داكشي شوف داكشي راه فينا صاحبي راه حتى حنا كنكونتروليو كتكونتروليو واحد العقليه وواحد الوعي. لماذا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل شخص يحب الرسول يصلي عليه ويستغفر ربه في التعليقات. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في بادية بني سعد مع مرضعته حليمة السعدية. في أحد الأيام بينما كان يلعب مع أقرانه من الأطفال جاءه آت نزل من السماء فقام بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه أرضا ثم شق صدره وأخرج قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا. غسل قلب النبي بماء زمزم وأخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم أعاد قلبه إلى مكانه وأغلق صدره. وقال أنس بن مالك: قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. صفى القلب ديالو كيعبروا عليها في آية الدين وين خوات الذات ديالو من داك الحقد الحزن. هذا الرقم يعني باش يديرها ويقولها بمعنى المقصود ديالها انت يا بني ادم راه فيك هاد النفس الاماره بالسوء وفيك الشيطان حتى هو خدام شاد لك الخطا. واش فهمتي مرت سير تسا عرفت لكم واحد النويطه سكرينتها من واحد اليوتيوبر خطير تبارك الله عليه تحياتي لياسين حطها
كيهضر على الضعف، أنه الضعف شحال من مرة شحال بزاف د المراحل مكينفعكش في حياتك، قدام القرابين ليك، قدام البعادين ليك، قدام المرض، قدام الحياة، قالك الحياة فاش كتحس بأنها كتقوى عليك، راه ماشي هي اللي قواتي غير انت اللي ضعفيتي، أما الحياة هي الحياة غادية، انت كي غادي عميق هاد الشباب. يلا المهم شوف واش قلت هاد فانديكا سجلت تحبس وقيلا هذاك وصلت 6 دقائق غنشوف واش تسجل صوتي فين هو، واش آخر واحد ولا الفوقاني وقيلا فوقاني أنا شوية مبتدئ في هادشي ديال البيسي صراحة، ولكن نشوفو كنديفلوب نشوفو أرد البال، هادشي راه شي بزاف السوشيال ميديا راه تشغيل، شنو دايرة باللغة العربية، صفر فاصلة خمسة كنصور بها راه مزيانة الشباب، ويلي كتبين كيبانو يديا كنتحرك عيبات ريح وتا كاليتي زوينة صراحة. تست لازم جانب كنقدم لكم في قناة فريغاني محتوى اللي غادي رياكتي على بزاف المواضيع، مدونة الأسرة، قوانين، زواج، طلاق، أمهات، المهم نخلقو اللاغيام ديالنا حنا كنطورو في المحتوى. يلا الشباب نبغوا الرأي ديالكم في الكومونتيرات، حيت الأوتوتيون اللي كيتعاود في الهضرة. المهم خليكم معنا الشباب، دابا غندخلو نبداو بهذا بوست ديال رضوان، قالك ظاهرة جديدة قبيحة في تطوان، قالك في مدينة تطوان واخا كانوا الأعراس فيهم بعض المخالفات الشرعية، كان حضور الرجال في صلاة والنساء في صلاة أخرى. دابا هو كيجاوبنيش أنا هو هادشي باش كيمتاز هاد الشيخ هذا، هو السي حمزة تحياتي تا هو هادشي لا يقل من السياسي العمري وبزاف المشايخ اللي حنا فخورين بهم والله. هادوك راه حافظين يقولك في صلاة أخرى وأحيانا قليلة يكون في الطابق العلوي. قالك أما الآن فقد انتشر موضة جديدة قبيحة، وهي اختلاط النساء بالرجال والرقص الجماعي احترموا راسكم يجيكم نيشان الكاميرا يجيكم نيشان هو هادشي باش ناضي هو نيشان. قالك الرقص الجماعي والمصيبة الكبرى أن العريس الديوث الذي لا يملك ذرة من الغيرة يأخذ بين زوجته العروس وهي بالقفطان والمكياج والشعر مطلوق ويبقى يدور بها على أشباه الرجال. اجماع كلشي، اجماع حبة البنت الشمال كله جبه. ترى والله العظيم هادشي راه كيعجبو المغرب كامل بعدا بيض هوي. سير كمل السي الشيخ. قالك الديوث الذي يملك الذرة من الغيرة يأخذ بيد زوجته العروس وهي بالقفطان والمكياج على أشباه الرجال الحاضرين في العرس، والجميع يصور المقاطع وينشر في السطوريات. هذه خطيرة، هذه عميقة. وينشر في السطوريات ومن بعد ملي يوقع طلاق يقولوا الزواج فيه غير مشاكل وحنا ضربونا بالعين، والسحور الزواج فيه غير خير. فهمتي ضربونا بالسحور زعما هو كيتشكى كيقول لهم هو سير قالك الزواج فيه غير الخير. انت اللي ديوتي العرس ديالك كان فيه الفسق والفجور ومقطوع من البركة والتوفق، من التوفيق والتقوى والإيمان والشكر لله. يا أيها الديوت راه المشكل فيك ماشي في الزوجة. ونيشان جابنا نيشان وما أكثر والله ما أخويا أكثروا صراحة مشكلة قضية. بزاف الناس ما عجباتهمش المدونة الأسرة دابا بزاف داخلين فيهم، ما نقولوش ديوتي ولكن نقول داك الإنسان اللي نسميوه بارد الكتاف ونقولوا واقعيين الشباب كنعبروا على الرأي ديالنا وصافي. الموضوع هذا موضوع مشكلة بنادم تيدوي ما فهمش وكيدوي بزاف في هذا الموضوع ديال المدونة الأسرة. غنهضر عليه في فيديو اخر، دابا نكملو الرياكت غنهضر عليه في فيديو اخر. ندخلو ندير السيدة اش كتقول تسمع اش قالت. والله العظيم الا خرجوا عنا هاد المساواة، انا والله الا تمنيت الزمن القديم والله مرا تقعد في الدار والراجل يخدم يجيب ماي. ها اللي قلنا الشباب. شوف السيدات هاك هضر بحرقة هضر دوزات الحياة. راه مشكلة صاحبي، راه هنا كنقول لك شي حوايج، راه كاينين شي حوايج ايجابيين. دابا انت بان لك ما لقيتي ما تقول قلتي هادو هما يضربوا الدين ديالنا كيفاش تعدوا وتشرط عليه. دابا صاحبي حنا تكافينا حتى مع وحده ونكونوا واقعيين. كاين الاستثناء الدين وي كاين الدين ولكن الواقع اش كيقول. راه دوك التعديلات واش الملك ما كيشوفهمش؟ راه داك الشيء على حسب الوضعيه. راه
يعني ما تخرجوا من البارامتر ديال مدونة الأسرة غير باش يخربقوا هكاك، ولا بناء على أرقام أصاحبي. راه كاين أرقام كثير، حنا ما عندناش حتى واحد الثقافة واحد اللي يعرفوا شنو هي مدونة الأسرة بعدا باش نفهموا. يا راه فهمتي، انت بنادم صاحبي ما هداش الوالو باقي واخا تا هو زعما باغي يشارك. نكونوا شويه الدراري واقعيين صاحبي، حنا تنوضوا بالواقعيه. البلان هو انه داكشي كاين فيه امور ايجابيه، شوف كاينين بزاف الامور ايجابيه صاحبي. انا كنهضر على رايي الشخصي، النصيحه ما غاديش تعجب النساء. هما بعض الخطط كاع سيدي، حنا دابا غنتعمقوا، ولكن انت سمع واش قال هذا سيدي. النصيحة ديالي هاد الصباح للشباب المقبل على الزواج، ديما خذ مرا كبر منك، على الأقل كبر منك بواحد 10 سنين ولا 15 عام، باش منين تشد لا غوطريت بحالي دابا أنا تكون هي ماتت وتشد غوطريت مرتاح مع راسك. كنتسنى يقول شي حاجه انا. الله يهديك الحاج، الله يهديك، تحسبها كدعاء وصايب. لا صاحبي، هاد القضيه كتبرزني. بنادم داخل الزواج وهاز لاكارد. ياك ودي لعبه واش مدار مع شي مقاتل، راه داخل الحب الحنان شي جميله صاحبي. اش كنبين غير العجز. سمعوا هذا شكون اللي تيربي الدرب فين عاوتاني مالك التريبيتو كيتحدى على بحدو. وصبر معانا صاحبي، مالك ويني التريبي صاحبي معاك. غنصوب لي شي نسكافيه التريبي هذا جا الناس. دابا يلاه بدينا صاحبي. الله يهديك، زيد نشوف شنو باقي كيتسجل حاصلنا. هذا الدكتور تبارك الله حكيم في الكلام ديالو. سمع واش كيقول. ربي ولادي مقابلهم كذب عليك. دابا اي راجل اللي يقول لك انا مقابل ولادي وكنربيهم راه كذاب. الراجل كيخرج الصباح ما كيرجع حتى الليل. اشنو الوقت اللي كيربي ولادو فيهم؟ اعطيني واحد من الناس كيقول لي انا كنربي ولادي. المراه اللي كتربي الولاد، المراه المغربيه، انا كنقول ماشي ناس المجتمع، المراه المغربيه هي المجتمع كله. المراه المغربيه كتدخل من العمل ديالها، كدير الطابليه وتدخل للمطبخ وكتسوي ولادها وكتعرف بنتها الا دار شي غلط كتفهمها قبل، تقول لها فين كنتي؟ البو ما مسوقش. البو الا دخل وكانت عندك 4 الاولاد كتزيدي 5، كتزيد هو الخامس، هو كتربيه معاهم. ولا دخل كيكون دخل مغوبش، خصو اللي تقول باكم جاي عندك بشويه، هو بحال السبع كيضحك برا ويتقلق لداخل قدام المراه. اذا التربيه ديال الابناء اليوم هدايه من الله تعالى، الانسان كيدير اللي عليه. ولذلك اليوم خرجت السيطره ديال التربيه من الناس الا من رحم الله. القضيه ديما كنرد لها، انا كنرد لها البال، انا كعازب كنرد لها البال. بزاف ديال الاباء مزوج غير حيت مزوج وصافي وكيتسمع عند الولاد، ولكن راه ما عارفش واحد المسؤوليه صاحبي. كيفاش كتجيري انت شخصيتك والمشاعر وحياتك، عاد ولادك عاد مع ديك السيده. راه كاينه مسؤوليه صاحبي. ماتش سخون هذا صاحبي، انا مدير هكا مسوق ليه. الله يهديكم صاحبي، مسؤوليه صاحبي. راه هذاك هو الدور ديالك. واش انت مضارب على رزقك راه كاين صاحبي نموت. الشباب دابا بغينا نكتفيو بهاد الفيديو، وحاجه شحال ما حيت لكم فيديو غنحاول نجتهد معكم باش نحط لكم فيديو كل نهار. يعني راه خدمه والو فيديو، والله يجعلني ندخل نكح عليكم شي فيديو. سبسكرايب، شي كومونتير على المواضيع اللي كنهضروا عليهم. كاين بزاف باش تشوفوا الفيديو غتفهموا انا راه كاين بزاف د الحوايج نقدروا نهضروا عليهم. وهادشي كيخليك انت كتكون واحد الثقافه باش تعرف شنو واقع في البلاد صاحبي. خذ فكره، فهمني باش تعرف الفيزيون. راه ما جيش نبيع لك انايا تفاهه، جاي نبيع لك الهضره ونبيع لك اللحظه، ونقول لك وسط الضحك كاين القرايه، ونقول لك وسط الضحك كاين القرايه. يلا بلان ما تنسوش سبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد. كومونتير في اي ملاحظه عندك، زيد مازال بارطاجيه. شوف داك عشير كيهز عليه صيفط لي هاد الفيديو انا يستافد. يلا بلان نجيو خير ان شاء الله. يلا بيس الشباب.